بص دلوقتي هشتغل على 3 مواقف في الفينش. اول موقف ان الراجل ماسكني مان تو مان، هتحرك لتحت صاحبي اهو، هتحرك لتحت. التحرك اللي تحت ده بيعمل ايه؟ بيخليني استلم مرتاح، ان الراجل لو ماسكني مان تو مان هو عينه على اللي هنا معاه الكوره، هو مش هيتحرك معايا. فلما انا اتحرك لتحت بقى في مسافه بيني وبينه، فانا كده هستلم بنسبه صغيره مثلا احسن غير لما استلم والراجل ماسكني. فلما استلم وانا بعيد عنه هبقى مرتاح اكتر. فانا دلوقتي اهو موقف الماتش، الراجل عينه على الكوره، اتحركت بالعرض العب، استلمت، رحت على الراجل اشتغلت الفنت بتاعي، عدلت ورحت داخل شايط. بعد ما تشوط انت دخلت شوط اهو، تمام؟ هتيجي هنا تقف جنب الراجل. الدريل اللي فاتت دي انا اتحركت لتحت صح واستلمت، المره دي انا هتحرك بالعرض، تمام؟ اتحركت بالعرض العب، استلمت لجوه. التحرك بالعرض ده لازم 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 يبقى الاستلام بحركه، يعني وانا مش بتحرك بالعرض يعمل العب، ما اعملش كده. الكوره ما تقفش تحت رجلي ابدا، انت تتحرك بالعرض العب. استلام بحركه، بحركه ليه؟ هتخلي الراجل ده صعب يلم نفسه. انت هتحرك بالعرض بتبعد بعيد عنه، فانت لو وقفت الكوره الراجل ده هيلحق ايه؟ يلم نفسه، صح كده؟ لكن انت لما تستلم تتحرك بالعرض، تستلم بحركه، انت بتبعد بعيد عنه. اشتغلت بالخارجي ورحت رحت شوط. يبقى تعال معاك 3 مواقف في الفينش. ترفع عينك قبل ما تشوط، رفعت عينك على الجول قبل ما تشوط هترفع لك من عنصر الدقه. ان انت لما تشوط من هنا غير لما تشوط من هنا غير لما تشوط من هنا. البوزيشن وقفله رجلك وفتحتها هتبقى مختلفه، فكل ده هيكرره برفعه عينك على الجول. فانت لازم بعد كل ده ترفع عينك على الجول. هطولك الفينش اول نقطه دي، يلا بينا. ولد اتحرك بالعرض، ارفع عيني على الجون. ولد هو جاي هوش شمالي، ولد جامد يا ولد. اتحرك بالعرض، فرع يا ولد، اتحرك تحت، استلم يا ولد، فرع يا ولد يا حامد، اتحرك بالعرض، خد له جوه يا ولد، كويسه مش وحش، وهو جاي، فرع، هوب، فرع وارفع وش رجلي، ولد جاي، ولد جامد.